أعود إليك أمين بن شبير في انتظار حضور القانون. هناك من يقول بأن هناك مؤامرة دبرت بليل، أمر دبر بليل من أجل إيقاع المنتخب الجزائري في مواجهة واحد من المنتخبات الكبيرة في إفريقيا، بينما رؤوس المجموعات الأربعة الأولى لن تضطر لمواجهة أصحاب المراكز الثانية، وإنما ستلعب أمام الثوالث. أنا أفضل أن لا أتحدث في هذه القضية وأن لا أدخل في غياهب هذه الحكاية، حكاية المؤامرات. الآن نحن في كأس إفريقيا، نحن في الدور الثاني على رأس المجموعة. لا أريد أن نتحدث أنا في هذه النقطة. نعم تتحدث محمد، أنا لا أتحدث عن إذا كنت لا تريد الإجابة على السؤال أريد أن نعطيك الإجابة تاعي وبعدها يتحدث من دو آراء. أنا محمد أعلم جيدا وأدرك أننا إن أردنا أن نفوز بكأس إفريقيا فعلينا أن نكون مستعدين لأي منتخب في هذه القارة. بعد ذلك كانت مؤامرة لم تكن مؤامرة، المنتخب الذي يأتي مرحبا به. لكن أمن مستعدون لمواجهة كل المنتخبات، أوكي أنا معك، لكن بداية من دور ربع النهائي. علاش أنا تحطني الآن في مواجهة الكونغو الديمقراطية أو مواجهة السنغال بداية من ثمن النهائي وترهقني، وفي حين رؤوس المجموعات الأربعة الأولى سيتمتعون بأفضلية مواجهة الثوالث ليسوا أقوياء بكل صراحة. محمد القرعة حطتنا في المجموعة ياك كنا قادرين نخرجوا في المجموعة با، كنا قادرين نخرجوا في المجموعة سين، ولكن خرجنا في المجموعة تاع ولهذا نقول أنا بالنسبة لي ما كانش مؤامرة، كان قرعة طيحتنا هكذا وهذا ما كان. ميدو ما رأيك؟ أنا جو فوا توجور لو لوش صراحة، خاصة بعد ما حدث نظرية المؤامرة. لا ماشي نظرية المؤامرة، أنا لعب ساد كيما تونس كي سي باسي أوجوردي في الماتش تاع لا تنزاني مع تونس، وكأن كل شيء فعل لتنتهي المباراة بتعادل هدف مقابل هدف بين تونس وتنزانيا من أجل حسابات كثيرة، لأنه فوز المنتخب التونسي كان يأهلوا في المركز الثاني ويحطوا في مواجهة مالي ويقصي تنزانيا ويولي ثالث المجموعة تاع السنغال، هو اللي يروح صاحب مركز ثالث يعني بصفة رسمية يواجه أحد المنتخبات، وكاين فوز منتخب وهزيمة منتخب تونس كانت ستضعها في المركز الثالث وتأهل تنزانيا ثاني، كنا نشوفوا الديربي في الدور الثمانية. لكن مثل ما قال امين بعض الاعلاميين الجزائريين تحدثوا في هذه القضيه. ميدو اعطينا اراء بعض الاعلاميين، منهم من يتحدث عن نظريه المؤامره او يلمح اليها، ومنهم من يقول بانه مجرد قانون ولا توجد هناك اي مؤامره. عادل من فضلك نعود الى منشورات الزملاء ونبدا بزميل حفيظ دراجي، ماذا قال عن إمكانية وقوع الجزائر مع الكونغو الديمقراطية أو السنغال. إذن قال مجرد ملاحظة: رواد المجموعات الأربعة الأولى في كأس إفريقيا بالمغرب سيواجهون أصحاب المركز الثالث في ثمن نهائي إلا الجزائر وحامل لقب كوت ديفوار عن المجموعتين الخامسة والسادسة، حيث سيواجهين صاحبي المركز الثاني. لو جئنا في المركز الثاني كنا سنلعب أمام كوت ديفوار أو الكاميرون، وبما أننا نلنا المركز الأول فسنواجه إما السنغال أو جمهورية الكونغو الديمقراطية، فمرحبا بمن تم اختيارهم لملاقاتنا. هنا يعني إشارة واضحة من تم اختيارهم. نعم، من حفيظ دراجي بأنه ربما يكون هناك أمر قد دبر بليل. قال سنلعب بنفس الروح والله خير الماكرين، يعني إشارة أخرى من طرف الزميل حفيظ دراجي. كان المنشور الآخر جاهزا، قلت في هذا البرنامج الرأي والرأي الآخر. إذن منشور الزميل عمر بودي: هل تعرض المنتخب الوطني للمؤامرة؟ توضيح بخصوص مواجهات الثمن نهائي وسبب عدم لعب الجزائر ضد منتخب احتل المرتبة الثالثة. لا مكان لا مؤامرة ولا أي شيء. القانون واضح، الصورة من القانون موجودة في التعليقات، وهو سالي مفعول منذ 12 أبريل 2019، تم وضعه بعد زيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24. وقال بأن المنتخب الجزائري استفاد من هذا القانون في 2019 عندما تواجدنا يومها في المجموعة الثالثة، واجهنا منتخب غينيا صاحب المرتبة الثالثة في المجموعة الثانية من دور ثمن نهائي. أصحاب المراتب الأولى في المجموعات الأربعة الأولى A B C D
هم من يمكنهم فقط اللعب ضد المنتخبات التي احتلت المرتبة الثالثة. واختيار هذه المنتخبات كان خلال القرعة التي أجريت يوم 27 جونفي